في منتجات لو استوردتها انت مش بتخسر بس راس مالك، انت بتنتهي قبل ما تبدا. هقول لك على 3 منتجات لو استوردتهم بنسبه كبيره هتخسر فلوس كتير. اول حاجه الملابس. الملابس فيها ذوق واسع وكبير، مش شرط الحاجه اللي تعجبني هي نفسها اللي تعجبك. في القالب المقاسات هتلاقي فيها مشاكل كتير. الحاجه الثانيه في الاذواق. الحاجه الثالثه والاهم نسبه المرتجعات في الملابس عاليه جدا. والحاجه الثانيه الالكترونيات زي السماعات زي الابل ووتش. الحاجات دي فيها ربح كبير لو انت فاهم، وفيها خساره راس مالك لو انت مش فاهم عنها اي حاجه. ليه؟ لان اعطالها كتير، فيها تشويش، بعد ايام بسيطه بتبدا يرجع لك مرتجعات، فبالتالي بتخسر راس مالك وبتخسر ثقتك في السوق مع العميل. والحاجه الثالثه واخطرهم المنتجات المقلده زي الابل زي السامسونج زي البراندات المعروفه العالميه. بتكلم المورد في الصين يقول لك ان الامور تمام وان البضاعه هتتشحن وتدخل، الحقيقه انه بيضحك عليك. مجرد ما يستلم منك الفلوس ويشحن لك البضاعه، الجمارك هتمسكها وهتتحجز، يا تدفع عليها فلوس وتجيب اثبات ان انت عندك العلامه التجاريه دي، وده طبعا مستحيل، او انه هترجع البضاعه للصين وبالتالي مش تاخد فلوسك، فانت في كل الاحوال خسران. الشطاره في الاستيراد مش انك تجيب اي منتج وتتاجر فيه، الشطاره انك تكون عارف بتجيب ايه وهتبيعه لمين وتكسب فيه كام. والاهم ان في غلطات بتدفع فيها فلوس حياتك كلها. لو عاوز تتعلم الاستيراد بطريقه صح تابعني عشان اللي جاي اقوى. اعمل لايك للفيديو وشير عشان الكل يستفيد.